السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفة اليوم لكيكة في المول العجيب اللي هذه زمان هو مخبي، واليوم حبيت نشارك معكم هذه الوصفة الرائعة لكيكة هشيشة وكريمة بدون نشا بدون فارينة. هذه الكريمة لكن مذاق تاعها أكثر من رائع، وقلاصة الشوكولا اللي زاد لها بنة على بنة. نحتاج في هذه الوصفة كأس من الحليب، حليب يكون دافي، مع ملعقة من الخل وملعقة من النسكافيه. الحليب عملته دافي هكذا باش تنحل بسرعة النسكافيه في الحليب. 3 حبات من البيض، رشة من الملح، وكأس من السكر. سعة الكأس اللي راني نستعملو هي 200 مليلتر، نفس سعة الكأس هذا الأخضر هي نفسها سعة الكأس الأصفر. كأس ناقص غير شوية من الزيت اللي هي 170 مليلتر. 3 ملاعق من الكاكاو، ونميكسي كل شيء. اللي ما عندوش الميكسور ممكن تستعملوا الباتور، خفقوا البيض مع السكر عادي وكملوا المكونات الاخرين بالباتور او بالفوي. ضربوا السكر مليح مع بالفوي مع البيض، وعاود زيدوا الزيت، عاود الحليب، هيدا بالتدريج كما اللي تعملوا الكيكه عادي. من بعد نزيدوا الفارينه. انا دخلوا لي 3 كؤوس من الفارينه مع ساشي من الخميره الكيميائيه، لكن ممكن الفارينه تاعكم ما تشربش، تدخل لكم كأسين ونصف، زيدوا غير بشويه حتى اللي يولي هيدا القوام. دائما نصف الكأس الأخير من الفارينة زيدوه غير بشويه حتى اللي يولي القوام هيدا. ما تعملوش القوام يكون ناشف بزاف، ما يجيكمش الكيك مليح ويجي يتفتت. الآن نجيب المول ماجيك النوع الكبير، هذا مول ماجيك النوع الكبير، ندهنه مليح بالزبده كما راكم تشوفون، ندهن مليح بالجوانب. توجور تدهنوا بالزبده الكيك يجيكم بنين اكثر من اللي تدهنوا بالزيت. دهنت هيدا مليح بالزبده ورشيت بالفارينه. هذه هي الطريقه الصحيحه اللي باش الكيك ما يلصق لكمش في اي نوع من الصواني. كما راكم تشوفوا رشيت مليح بالفارينه، والزائد من الفارينه توجور ننفضوه مليح، ما نخليوش الفارينه في المول، نفطوه مليح. وراني نفرغ هكذا الكيك. الفرن في هذا الاثناء راه يسخن على 180 درجه، نيطاليوه بيان، ما نخليوش جهه طالعه وجهه هابطه. وفي الاخير بهاد لاسباتول نفوتو هكذا خطوط باش نخرجو كامل الهواء. فوتو هيدا خطوط على الكيك باش نخرجوا كامل الهواء اللي في الكيك، وندخلوه الفرن ديجا ساخن، نحطوه في الرف الاوسط لحوالي نصف ساعه. ثم لما تبداو تشموا الريحه فتحوا عليه الفرن، دوروه في الفرن ونعرفوه بلي طاب لما نبيكيوه بسكين. لما ندخلو فيه سكين يخرج ناشف. الان خرجته من الفرن وراه برد في الصينيه. نقلبه الان في صحن التقديم. بالنسبه للكريمه نحتاجو نسلي حليب مركز محلى، نحتاج الى حليب مركز محلى اللي راه في الكاسرونه. عملته وحدي هنا في الدار، عملت كأس من حليب بودره، حليب مسحوق الحليب، حليب الحضا، مع كأس من السكر عادي، ونصف كأس من الماء المغلي. خلطتهم مليح، عاود حطيتهم على النار حتى غلاو لحوالي دقيقه، غير دقيقه دقيقتين ماكسيموم. لما تحطوها على النار قعدوا تحركوا لدقيقتين فقط. الكميه اللي خدمتها في الكأس اللي سعته 200 مليلتر عملتها كامل، جاتني 300 غرام من الحليب المركز. الوصفه تاع الحليب المركز راني عاملتها في القناه، نخلي لكم الرابط لتحت في صندوق الوصف، ونخليها لكم مكتوبه الان في الفيديو وفي صندوق الوصف كذلك. وزدت هنا لا كريم فريش 150 غرام. هاد العلبه وزنها 200 غرام، انا نحيت منها ملعقتين وعملتها كامل، عملت العلبه كامل نحيت منها ملعقتين فقط. وزدت كذلك الجبن 270 غرام من الجبن، 3 علب من هذا الجبن بتي سويس، ونخلط هيدا. ومن بعد نحط الاول انا زدت ملعقه صغيره من لافاني باش تجينا هاد لاكريم بنينه، ملعقه مملوءه مليح من لافاني، ونحطها على النار ونستمروا في الخلط حتى اللي تغلي. تعمل هكذا فقاعات، نحبسوا نطفيو النار مباشره، تطفيو عليها النار، نخليها تبرد شويه باش الكيك ما يتشرب ليش هذيك الكريمه، لان الكيك راه بارد والكريمه راه سخونه، قادر يشربها يتشرب منها. اذا خليوها تبرد تدفى شويه لحوالي 5 دقائق حتى 10 دقائق اذا كان عندكم الوقت، عاد تفرغوها على الكيك. ونمشيو نوجدوا الكلاصه الشوكولا اللي عملت فيه 100 غرام من الشوكولا وملعقه صغيره من الزبده، حطيتهم على كاسرونه فيها ماء مغلي، وقعدت نحرك هيدا الماء هنا كان يغلي، وحركت حتى لي دابت الشوكولا.
من بعد زدت 50 غرام من كريم فريش. هاد الكريم فريش اللي تبقات لي، اذا ما تبقات لكمش كريم فريش ما كانتش عندكم ممكن تعملوا شويه حليب حتى اللي تولي القوام تاعها هكذا كما الكلاصاج عادي. نفرغ شويه من الكلاصاج في الوسط وشويه ندهن به الجوانب. هاد الكريمه البنات البيضاء راها متماسكه في هاد المرحله، خليتها بردت في المطبخ لحوالي ربع ساعه حتى نصف ساعه، لو طون اللي ذوبت الشوكولا وجدت الكلاصاج شوكولا وجيت نفرغو عليها، يعني ما تاخدش كامل الوقت. ممكن تحضروها لضيافكم لي طاغط دانيفرسير كذلك تجي روعه، تجي بنينه. جربوها البنات بهذه الطريقه. ولما ايطاليت هيدا بالشوكولا زينتها هيدا بحبيبات من الحلوى. هادشي يبقى اختياري، كل واحد يعمل على حسابه. نواد كوكو، كاوكاو، حلوى اللي متوفر عندكم في البيت عملوه. هاد الوصفة رائعة، جد رائعة للسهرات. جربوها وخليوا لي البنات آراءكم لتحت في التعاليق، آراءكم تهمني بزاف. إلى فيديو آخر إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. ما تنسونيش من دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.